الإيمان واليقين والتشبث بالحلم تتلخص في قصة هذا الرجل الليبي الحاج عامر المهدي منصور القذافي، أحد أبناء مدينة سبها، الذي تحرك قلبه شوقاً لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج. عامر لم يكن يملك إلا النية والدعاء، وعندما حانت لحظة السفر واجهته مشكلة أمنية مفاجئة في جواز سفره، وتحديداً في اسمه العائلي. حاول التوضيح واجتهد، لكن الوقت كان يداهمه والطائرة كانت على وشك الإقلاع، وعلى الرغم من توسلاته رفض قائد الطائرة انتظاره وأقلعت الطائرة تاركة خلفها حاجاً حزيناً يجلس في المطار وقلبه معلق بالكعبة وعيناه تفيض بالدموع. لكن ما حدث بعد ذلك كان أقرب إلى المعجزة. بعد إقلاع الطائرة بدقائق وقع بها عطل فني اضطرها للعودة مجددا إلى المطار. هنا بدأت أبواب السماء تتفتح وتم حل الإشكال في جواز السفر، وعاد الأمل إلى قلب عامر. لكن ما لبث أن اصطدم برفض آخر، إذ أبلغ بأن الطائرة لن تستطيع استقباله لأسباب لوجستية. انطلقت الطائرة من جديد، لكنها ما لبثت أن عادت للمرة الثانية بسبب عطل آخر. حينها بدأ الجميع يتساءل: ما الذي يحدث؟ وهنا قال الطيار جملته الشهيرة: يبدو أن هناك سببا آخر لهذا التعطل. نحن تركنا خلفنا من عقد النية وأخلص الدعاء، لن نغادر مرة أخرى إلا والحاج عامر معنا. وبالفعل نودي على الحاج عامر وصعد إلى الطائرة وسط فرحة عارمة من الركاب والطاقم على حد سواء، وكأن الجميع شعر أن ما حدث ليس مجرد صدفة، بل هو تذكير بعظمة الدعاء وكرم الله مع عباده الصادقين. الطائرة أقلعت في رحلتها المباركة حاملة معها حاجا صدق النية، فوصلت دعوته إلى السماء قبل أن تصل قدماه إلى الحرم.